كتير جدا في الامتحانات مش عارف ان انت تجيب درجة تكون مرضية ليك؟ تعال اقولك السبب. اول سبب تكون بتذاكر كويس جدا وفاهم كويس جدا بس مش حالل على الموضوع كتير، وطبعا زي ما احنا عارفين مفيش فهم من غير تطبيق. شبهتها لكم بالظبط لو حد بيتعلم السواقه اونلاين، هو فضل يتعلمها اونلاين وفضل يتعلم كل التكنيكس اللي فيها، بس جاء يجرب على ارض الواقع حاسس ان هو ولا اتعلم اي حاجه ولا فاهم اي حاجه. ده بالظبط اللي بيحصل معاك لو انت مذاكر كويس جدا بس ما طبقتش وما حلتش بايدك. خلي بالك ان التدريب الكتير هيخليك يبقى عندك ثقه في نفسك، وده اللي هيحل لك مشكله التوتر والتوهان والتردد في الامتحان. تاني سبب هو ان انت بتحل بس ما بتعرفش غلطك في الاخر، انت مجرد بتشوف درجتك وبتشوف تقييمك للواجب او بتشوف التقييم بتاع الحل من غير ما تعرف ايه سبب غلطك او انت غلطت ليه. وده اكبر غلط ممكن تقع فيه، لان اصلا هدف الامتحانات وهدف ان انت تحل هو ان انت تعرف نقاط ضعفك في كل فصل او في كل باب، ولو ما عملتش كده فانت تدخل على الفصل اللي بعده او الباب اللي بعده ومش هتكون مظبط اللي قبليه. السبب الثالث وهو اخر سبب هو ان انت بتحل باستهتار او ما بتحلش بتركيز، وده هيخليك ان انت تقييمك يكون مش حقيقي او درجاتك مش حقيقيه لان انت معرفتش مستواك الفعلي. فنصيحتي ليك اهتم بالامتحانات كويس، لان دي اللي هتعرف منها هل انت بتذاكر ولا لا.